السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنعمل مع بعض العجة المصرية بأبسط طريقة، بطريقة أمهاتنا وأجدادنا. طريقة هي ما فيهاش افتكاسات كتير. هي طريقة سهلة وبسيطة وبتتعمل في 10 دقايق، بتكون مخلصاها في الفرن. أنا بقطع لكم العجة اهو زي ما انتوا شايفين، طرية وجميلة. لو في الطروف مقرمشة واللي في النص طري. اللي يحب اللي يحب المقرمش واللي يحب الطري. زي ما انتوا شايفين جمالها جميلة ازاي، والخضار باين فيها وجميلة جدا. يلا بينا نعمل الطريقة واوريكم بتتعمل ازاي. اول حاجة انا عندي معلقتين كبار زيت، وهحط عليهم 4 بصلات يعني متوسطين. يعني 4 بصلات او بصلتين متوسطين و4 صغيرين. هي بتحب البصل يعني كتر البصل. حطيت البصل على الزيت عندي وهبتدي ان انا اشوحه. انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه بس يدبل زي ما انتوا شايفين اللون ده. وهنا معايا فصين توم دقيتهم واحطهم مع البصل عشان اديه تشويحه. في ناس بتحب تحطه ني في ني مع الخضار، بس انا لا، عشان ما يبقاش يعني إيه حامي شويه. وبيبقى احلى كده، بيدي نكهه، يعني نكهته بتطلع اكتر. بقلبه تقليبه وبطفي على النار على طول، انا بس عايزه ريحته تطلع بس. هنا انا عندي 4 بيضات. ما بحطش في العجة اكتر من 4، عايزة تحط 4 حط براحتك، بس هي 4 بيضات كفاية اوي عليها. وبعدين هنحط معانا رشة الفلفل. هنحط فلفل كمان، بس هي رشة مع البيض بس، علشان ايه ريحة الزفارة وكده. وهنحط كمان عشان الزفارة خل اساسي مع البيض. هنحط الخل وهنبتدي ان احنا نضربهم مع بعض. يعني ان احنا نضرب الخل مع البيض مع الفلفل عشان نبتدي نحط المكونات بتاعتنا، مش كتير يعني ندمجهم بس. هنا بقى انا عندي البصل. طبعا البصل ده دافي، ممكن تحطيه بارد خالص، بس اهم حاجة ما تحطوش سخن. هيتحط على البيض هيخليه يستوي، احنا مش عايزينه كده. هنا كان عندي دافي، هقلبه مع البيض بس يندمجوا مع بعض عشان ابتدي احط المكونات بتاعتي. هنا انا عندي فلفلتين رومي اخضر، وعندي طماطمتين. الطماطم بتسكر العجة كده وبتخفف من ان هي ممكن تكون حامية علينا. وهنا انا عندي من كل نوع خضار حزمة. عندي حزمة بقدونس وشبت وكزبرة. انا بحب احط التلات انواع يعني. هنا انا عندي كوباية محطوط فيها نص كوباية لبن ونص كوباية مية. عايزة تعمليها لبن كلها براحتك، مية كلها براحتك. انا كان عندي حطيتهم على بعض وعملت الكوباية، يعني السوائل كوباية، ونص كوباية لبن على نص كوباية مية. هنا انا عندي نص كوباية دقيق، بعملها بالمعلقة كده بحيث ان ايه يعني اشوف. يعني هي حوالي 5 معالق، يعني النص كوباية حوالي 5 معالق دقيق. بتبتدي ب5 معالق وبعد كده بتشوفي محتاجة ولا مش محتاجة. انا حطيت ال5 معالق النص كوباية يعني، وهبتدي ان انا اقلب واشوف العجة بتاعتي محتاجة دقيق ولا مش محتاجة. زي ما انتوا شايفين هبتدي بحط البهارات بقى. عندي نص معلقة كمون، وعندي نص معلقة فلفل، عندي بقى 3/4 معلقة 7 بهارات، وعندي معلقة بابريكا مدخنة، ونص معلقة كزبرة ناشفة طبعا. وما تنسوش الملح. وهقلبهم مع بعض. ال7 بهارات بتديلها طعم ونكهة مش قادرة اقول لكم. والدتي كانت بتعملها كده. انا هنا تلاقيت ان هي محتاجة شوية فحطيت معلقة دقيق، وعلى حسب الدقيق بتاعك. اتلاقيت ان هي محتاجة شوية فحطيت معلقة بس، وكده بقت مظبوطة. ما تكتريش دقيق. هنا بقى انا قبل ما ادخلها النار حطيت نص معلقة كربوناتو، وقدها معلقة
baking powder بس، وهاقلّبهم وادخّلهم الفرن. ما بعد أمّا تحطّي البيكنج باودر ما تسيبيهاش، حطّيها على طول في الفرن. هنا أنا عندي البايركس بتاعي حطّيته، لو أنتِ ما عندكيش ممكن تعمليها في المقلاية تقليها، وممكن كمان إن أنتِ لو عندِك صينية ألمونيا تجيبيها وتحطّي عليها معلقتين زيت وتسخّنيهم كويس أوي وتحطّي العِجّة بتاعتِك، وبعدين تدخّليها الفرن مش هتلزق معاكِ. بس طبعًا عشان البايركس بتاعي ما بيلزقش ما حطيتش أي حاجة، وطبعًا أي بايركس ما بيلزقش. فهنا بس خلاص دخّلتها الفرن قعدت معايا نُص ساعة. تعرفي منين إنها استوت؟ تجيبي السكينة زي ما بنعمل مع الكيكة كده، السكينة اغرزيها في النُص، طلعت السكينة نضيفة كده أنتِ عرفتِ إنها استوت معاكِ. زي ما أنتم شايفين طرية إزاي وجميلة، الحتة دي اللي من النُص طرية جدًا، أمّا الطروف مقرمشة. أنا حطيت نُص لبن على نُص مَيّة عشان تبقى بين البينين، ولا هي ناشفة ولا هي طرية. وأتمنى إن الوصفة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.